الاستمرارية هي كلمة السر، ان انت تروح تعمل حاجة وانت ملكش مزاج، انك تروح تعمل حاجة وانت تعبان، انك تروح تعمل حاجة وانت مش محفز، بس انت ملتزم بده فبتعمله. مش طول الوقت بتبقى اون فاير، مش طول الوقت بتبقى نفسك مفتوحة، مش طول الوقت بيبقى عندك اصرار وعزيمة. كل ده مقبول، بس في الاخر ان انت تتحرك حتى لو انت تعبان، بس المهم ان انت تتحرك حتى لو حركة بطيئة، برضو في الاخر هتوصل للي انت محتاجه. وحاجة تاني مهمة، لو انت عايز تجيب عربية غالية جدا والواقع بتاعك بيقول ان انت مش هتقدر تجيب العربية الغالية جدا دي في مدة زمنية قصيرة، فقسم الهدف بتاعك ان انت في الاول تبتدي يبقى معاك فلوس اكتر من الوضع الحالي اللي انت فيه، بعد كده في المرحلة اللي بعدها تكتر والمرحلة اللي بعدها تكتر. مش بالضرورة تقول انا السنة دي هجيب العربية الفلانية، ده هدف مش واقعي. خلي اهدافك واقعية، ان انا هبتدي دخل يزيد، هبتدي احوش، هبتدي اشتغل جنب شغلي، هبتدي اتعلم شغل جديد يجيب لي دخل احسن من اللي انا فيه،